اهلا بيكم. حيرة كل يوم نسأل نفسنا السؤال ده، يا ترى النهارده هنتغدى ايه؟ وفي ظل الغلا اللي احنا فيه الواحد بيبقى مخه عاجز عن التفكير. انا قررت ان انا كل يوم اشارككم الغدا بتاعي عشان تاخدوا منه افكار، وربنا يعيننا جميعا على المعايش ويرزقنا ويرزقكم جميعا. عملت النهارده صينيه سمك مكاريل، وعملت كمان سلطه ورز وجرجير. سمك المكاريل الكيلو ب70 جنيه، الكميه اللي انتم شايفينها في الصينيه دي كيلو. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملنا ازاي. هيبقى معايا بصل وطماطم هنقطعهم قطع صغيره، ويا ريت ما تكتروش في البصل لان البصل بقى ب 17 جنيه، بصلايه واحده تكفي، وقرن فلفل حامي او بارد حسب الرغبه، وكمان كام فص توم كده، وكل ده هنقطعه قطع صغيره، وكام عود كده بقدونس. وهنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض مع البهارات بتاعتنا والملح وليمون، وكتروا بقى من الليمون، سمك يعني ليمون. جبنا الصينيه بتاعتي وفرشتها بطاطس كده زي ما انتم شايفين، ورصيت السمك. طبعا انا غسلت السمك كويس جدا، غسله بالليمون، وزي ما انتم شايفين زي الفل. وابتديت ان انا احط الخلطه على السمك كده زي ما انتم شايفين. تمام كده، شايفين الجمال؟ وحبه زيت بقى، وهندخل بقى كل الكلام ده الفرن. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وزي ما انت شايفه النتيجه، عايزه اقول لك ان ريحتها كانت قلب الدنيا. اظن ما فيش اسهل واحلى من كده. وزي ما قلت لك كيلو السمك المكاريل ب 70 جنيه. طبعا في ده الاصلي بيبقى ابيض، بيبقى قلبه ابيض. في نوع تاني مش اصلي بيبقى ارخص 5 او 10، بيبقى بحوالي 60 او 65. وزي ما انتم شايفين عملنا رز وسلطه وجرجير والحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.